السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجه صلوا بينا على النبي واذكروا الله. وتعالوا بقى نشوف الزلابيه القمر دي انا عملتها ازاي، وما خدتش معايا وقت خالص، وزي ما انتم شايفين كده هشه من جوه وجميله جدا وطريه وتحفه وما شاء الله. يعني كنت عاملاها كده بقى بالصوص الشوكولاته، وكنت عامله برضو في الفيديو صوص الشوكولاته، وهوريكم برضو انا عملت صوص الشوكولاته ازاي. ودي كانت كده بوسط الهند. طبعا جبت طبق كده او بوله زي ما انتم شايفين كده، حطيت فيهم كوبايتين من الدقيق. انا اقول لك على المقادير بالظبط عشان ايه تطلع مظبوطه معاكي. كوبايتين من الدقيق، ومعلقه من الخميره، وثلاث معالق من النشا، ومعلقتين طبعا من السكر، وكيس فانيليا زي ما انتم شايفين كده. واللي هتظبط بقى معاكي الخميره، تظبط معاكي العجينه، هتحطي معلقه من الخل. اي عجينه عندك حطي معلقه من الخل، هتظبط معاكي العجينه جدا. وحطيت معاها كمان 3 معالق من الزيت زي ما شفتوا كده بالظبط. وهنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. هي دي كل المكونات بتاعتنا بتاعت الزلابيه. وهنعجنها بقى بميه دافيه. ميه دافيه ليه؟ علشان تخمر معانا بسرعه، ما تاخدش وقت معانا. طبعا هي الدنيا حر وكده، بس برضو الميه الدافيه هتساعد معاكي، مش هتاخد معاكي يعني مش هتاخد معاكي وقت. وحتى لو حطيتيها في مكان مش حر قوي هتخمر معاكي بسرعه، مش هتاخد وقت يعني لو انتي مستعجله. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بقيت انزل بالميه تدريجا، يعني ما بقتش حطيتش الميه كلها مره واحده، حطيتها شويه شويه كده. وزي ما انتم شايفين العجينه كانت مظبوطه معايا وجميله جدا. زي بصوا عجينه الزلابيه زي ما انتم شايفين كده، لازم القوام بتاعها يكون سايل كده. طبعا انا غطيتها كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها بقى تخمر كده براحتها. وده كان الشربات بتاعنا، كان خلاص قرب يستوي كده على النار. هما كوبايتين من السكر على كوبايتين ونص من الميه، ده كده وليمونه، ده الشربات بتاعنا. وده كده صوص الشوكولاته اللي انا قلت لكم عليه. كوبايه من اللبن على كوبايه الا ربع من السكر ونص كوبايه زيت، وحوالي بتاع 5 معالق كاكاو خام، يكون مش مسكر يعني، عشان انت طبعا اوريدي حاطه سكر. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله نوتيلا يعني، مش صوص الشوكولاته، دي نوتيلا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. ممكن تعمليها سندوتشات، هتستخدميها في اي حاجه. هتعمليها مثلا تحطيها صوص على اي حاجه انت عاملاها. تكوني عامله مثلا كيك، عايزه تزيني كيك بيها، هتنفع معاكي في كل حاجه. كنت عملت كده ملو البرطمان اللي انتم شايفينه ده بكوبايه لبن، وحطيته كده في التلاجة، ينفع معاكي في اي حاجه. طبعا كده هنا العجينه بتاعتي اختمرت زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفينها كده اختمرت وبقت كويسه جدا معايا. حبيت كده اطلع كل الهواء اللي فيها. طبعا هنمسكها بقى دلوقتي كده ونقليها، بس انا نسيت اصور لكم وانا بقلاها في الزيت. هي مش صعبه يعني، انا كنت باخد بالمعلقه كده الشاي الصغننه واحط في الزيت. هي هتعمل معاكي كده كوره زي ما انتم شايفين كده، وتحطيها في الزيت. اهم حاجه يكون الشربات، قصدي يكون الشربات بارد خالص، والزلابيه برضو تكون بارده شويه، ما تكونش سخنه لسه طالعه. وتروحي بقى حطها كده في الشربات، وتطلعها كده في الطبق زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. واللي لسه بيتفرج معايا على الفيديو لغايه دلوقتي يا ريت يشترك لي في القناه، يعمل لي كومنت حلو كده، وتصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. وعايزه اعرف رايكم في التعليقات، عجبتكم الطريقه بتاعه الزلابيه ولا لا؟ وقناتي اسمها ام العيال في البيت بيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استناكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.